فهنا بيرسي والطلاب راحوا للمتحف، فالطالبة نانسي بدأت تتنمر على بيرسي وتزعجه، وبهاي اللحظة اجى الأستاذ اللي يكون اسمه برونر، وهو حكى ويا بيرسي وقال له انه انا مؤمن بيك وبقدراتك، وانطاه قلم هدية وقال له انتبه عليه. وبعدها بيرسي كان مزعوج من نانسي وقال لكروفر انا اريد انتقم منها، فكروفر رفض. واثناء حديثهم نانسي شمرت الطعام على كروفر وهي حرجتها قدام الكل، فهنا بيرسي راح لها او قدر يرميها على نافورة المياه بدون ما يلمسها ابدا. وبهاي اللحظة هو تفاجأ وانصدم لان هو ما لمسها، ولما طلع القلم اللي اخذه من الرجل شاف القلم يتحرك. وبهاي اللحظة الاستاذة اللي اسمها دوتس اجت وقالت له انه كانت مسألة وقت قبل لا نعثر عليك، وهي غيرت شكلها او بدأت تمتلك اجنحة، فهي قالت له وين ضميتها؟ فبيرسي ما كان فاهم هي عن من جاي تحكي، وهو استخدم القلم وطعنها بسرعة، فهي تبخرت وبيرسي اغمى عليه. ولما صح شاف الكل ملتم حواليه وهو مستغرب من اللي صار، فبسرعة راح على الاستاذ برونر وقال له وين الاستاذة دوتس، لكن